السلام عليكم. حفيظ الدراجي. خرجنا بتدوينه، دارت تدوينه جديده. ابداع، فن، بلاغه، لغه عربيه، افكار. دارت تدوينه جديده. قال لك اجمل اعلان عن قائمات منتخبات مشاركه في المونديال 2026 كان من صنع زعيم افريقيا منتخب السنغال لكرة القدم. يا ودي، السنغال لم تكتفي بالإعلان عن القائمة فقط بشكل تقليدي، لا، بل قدمت عملا إبداعيا يعكس قوة الشخصية السنغالية، شغف الجماهير والروح أسود التيرانجا التي أصبحت علامة مميزة في الكرة الإفريقية. الانسحابات والشغف الجماهيري راكم عارفين، هو اللي ما يبغاش يقول هذا الشيء هذا. إبداع في الفكرة، قوة في الإخراج، ورسالة تؤكد أن إفريقيا قادرة دائما على صناعة الحدث داخل الملعب وخارج. شوفوا على الكمية ديال الحقد والسم بين السطور ديال هذه التدوينة هذه. قال لك أجمل إعلان، هو نسى الإعلان ديال المنتخبات الأخرى، هو شاف غير السنغال، وراه ما عندوش الغرض في القائمة ديال السنغال ولا الإعلان ديال السنغال ولا هذا الشيء. هو ماشي هادشي اللي كيهم، راكم عارفين. آه. على العموم كاين منتخبات اخرى دارت اعلان افضل بكثير، ولكن هو راكم عارفين علاش مشى للسينغال، حيت هو سنغولي ولا سنغولي ولا سينيغالي ولا المهم. هو مسكين عديم الهويه، خصو غير فين يشد. دابا المغرب دار لهم ديك عقده ديال النقص، الانجازات اللي كيدير ووصلوا لواحد المرحله ديال الحقد ومساكن يبقاو فيك يبقاو فيك الصراحه. دابا هاد السيد هكا راه خصو العلاج اصاحبي، هذا راه خصو شي طبيب، يداويه. ميمكنش راه دابا ما حد المغرب كيزيد في الانجازات، ما حد هاد السيد هذا مسكين راه كيزيد في الفقصان، راه شي نهار يسكتلو القلب. قال لك السنغال لم تكتفي بالاعلان على القائمه فقط بشكل تقليدي، بل قدمت عملا ابداعيا يعكس قوه الشخصيه. قبل قال لك زعيم افريقيا، بدي اسير الراجل، اش من زعيم افريقيا انت صاحبي؟ اش من زعيم افريقيا؟ زعيم افريقيا هو سيدك المغرب. بغيتي والله كرهتي. زعيم افريقيا هو المغرب الاول افريقيا وعربيا، الثامن عالميا، هو اللي وصل لنصف النهائي، لا من ناحيه البنيه التحتيه، هو اللي غينظم كاس العالم، هو اللي ينظم كاس افريقيا، دار احسن نسخه. بغيتي ولا كرهتي. حنا ما محتاجينش منك اصلا انت غتقول لنا باللي راه المغرب هو ما الزعيم ديال الافريقيا ولا زعيم العرب. ما مستن ما مش غنستناوك انت غتقول لنا المغرب ولا. برك راه كاين اشادات من الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم ودول العالم وخبراء كبار ومدربين وأطور. اش غنستناو حنا حافظ الدراجي اللي مسكين كيموت بصمت في قنت بالسم ديالو الحق ديالو، غنستناو عاد غيجي غيقول لنا بالمغرب راه هو فين الموقف ديالك نتايا؟ فين الموقف ديال الجزائر من هادشي كله؟ باش تعرفوا عقدة النقص فين. شنو دارت الجزائر؟ هضر على الجزائر صاحبي، هضر على المنتخب ديالك، هضر على القائمه ديالك اللي اعلن عليها المدرب ديالكم بيتكوفيتش. شوف صاحبي، شوف النقص ديالك وشوف الضعف ديالك انت وشوف المشاكل ديالك انت. اش توصلك شي سينيغال؟ انت سينيغالي؟ دابا هو راه زعما راه كيبغي السينغال ولا راه والو؟ هادشي راه ما منو جاي، وراه غير المشكل ديالو مع المغرب. المشكل ديالو مع المغرب، لان المغرب هو راه كيعرف بلي راه هو زعيم ديال افريقيا، وكاس افريقيا راه بغيتي ولا كرهتي راه ديال المغرب. كنستناو غير القرار ديال الطاس وصافي، بغيتي ولا كرهتي. ولكن هو الغرض ديالو هو خص المغرب المهم عقده النقص وصافي. دابا ديك الاجازه ديال المغرب قصحاتو مسكين، لا يكون فيها والو، لا يكون في العون. قال لك ابداع يعكس قوه الشخصيه السنغاليه، شغف الجماهير والروح اسود التيران التي اصبحت علامه مميزه في الكره الافريقيه. شغف قول شغف اصاحبي، قول الشغف ديال الجماهير السنغاليه اللي ولات معروفه عالميا في الشغف ديالهم. راه حتى في ديك باش داروا دوك القوانين الجديده في اللجنه ديال دوك اللي كيديروا القوانين لكره القدم، داروا التصويره ديال السنغال بالاخص في الفينال ديال كاس افريقيا مورا. هادو راه معروفين في الانسحابات والشغب والصداع والروينه. السنغاليين معروفين، هما في افريقيا هما الرقم واحد.
اش غتجي تقول لينا الشغف؟ اش من شغف؟ سير اصاحبي سير قال لك الشغف علامة مميزة. شنو علامة مميزة صاحبي؟ انت ما عرفت منين كيتسلطوا عليه هاد الافكار السيدات بالله. قال لك ابداع في الفكرة وقوة في الاخراج. انت اش من الاخراج؟ تكره الذكاء الاصطناعي يا صاحبي، راه انا نصور لك فيديو بحال هذاك واحسن منه. اش من قوة الاخراج قال لك قوة اخراج ورسالة تؤكد ان افريقيا قادرة دائما على صناعة الحدث داخل المغرب وخارج. ودي يا ودي الله يعطينا وجهك. شوف عرفت اش غدير السي حفيظ تاع راجل؟ دابا انت راك تألم بصمت. شوف لك شي قنتو تألم بصمت، تألم بصمت. دابا هاد التدوينة بغا يبرد شوية على الألم ديالو، بغا يخرج شوية مسكين داكشي اللي حنا ماشي مشكل، حنا راه معاك. السنغال زعيم إفريقيا والجزائر حتى هي الزعيم ديال القارة والزعيم ديال العرب، وغتديو الكاس تا نتوما وتوصلوا للفينال. فهمتيني، نبردو شوية على مسكين، راه غيموتنا شي نهار أصاحبي. راه ما فهمناش هاد السيد هذا واش صحفي ولا معلق ولا صانع محتوى ولا كل مرة تلقاه كيدير شي تدوينة بشكال حتى معلق أصاحبي رياضي. خليك محترم. كنتي في واحد الوقت عندك واحد السمعة، يعني واحد قاعدة جماهيرية كتبغيك بزاف وكتحترمك. فهمتيني، ولكن بهاد التدوينات هادي هاد الشيء ما يمكنش أصاحبي، ما يمكنش بهاد الحقد هكا. على أية حال، الله يجيب الشفا، الله يجيب الشفا. السلام عليكم.